السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هي مباراة تفادي الفضيحة، هي مباراة تكريس التاريخ، تاريخ مدريدي لم يعرف خلاله عشاق الميرينجي في دوري المجموعات في 28 مشاركة إلا صعود طبيعي لمرحلة الموالية دور ال16. الميرينجي لم يخرج أبدا من دوري مجموعات الشامبيونز. أتغادرنا اليوم يا مدريد؟ أتترك عشاقك في مهب الريح؟ كيف لا تصل يا الريال لمواجهات فبراير؟ لعمري إنها سابقة. الريال الليلة يتذكر تاريخه، يستحضر انتصاراته، يتذكر أن أوروبا هو ملكها، وعيب على المليك أن يغادر من أول جلسة. مدريد اليوم يتسلح بتاريخه من أجل تفادي حاضر مؤلم أمام ألماني معروف عنه الشدة، عرف عنه أنه لا يستسلم، وعرف في تاريخه أنه متساوي في مواجهاته ضد الميرينجي. ربحهم مرة، اخسر منهم مرة، وتعادل في 3، سجل فيهم 10 9 أهداف الشامبيونز. يلعب لوكا مودريتش، جول، والحارس يتصدى المتألق. كرة ترجع لنادي وفريق المنشن الذي حقق التريبليتا الثلاثية منطقة مدريد. صعبة جدا، وكرة عن طريق الحسم، أو خسر الكاس هذه في الفينال الألماني ضد لاينتراكت فرانكفورت، وظفر بالويفا كاب في مناسبتين 75 على فريق والريال مدريد ملك اوروبا. الكره ترجع بالراس، يلعب فاسكيز، خطيره العرضيه بالراس، كريم بنزيما، والهدف الاول. 1-0 للريال مدريد، 1-0 للميرينجي. الريال يتقدم دون الاهداف. الهدف الاول عن طريق بنزيما. ألم أقل لكم؟ ألم أتساءل باسمكم؟ ألم أخمن بدلكم؟ ريال كبير اوروبا يتقدم 1-0 في دقيقه 9 بالفانيلا رقم 9.